اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه مغربيه حره ستوريز. نتمنىكم تكونوا بخير يا ربي وتكونوا في افضل احوالكم وانتم كتسمعوا معايا لهاد القصه. هاد القصه ديال واحد الفتاه مصريه اسمها ياسمين. ياسمين كتقول: انا كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف، وكان كل شيء كيشكر الجمال ديالي. كنت كنقرا مزيان وعايشه مع والدي، كنعيش في السعاده وتبارك الله العائله ديالي كلشي كانوا كيبغيوني. المهم كنت كنقرا مزيان، ولكن فاش كتجي العطله الصيفيه او لا عطله صغيره كنمشي عند شي ناس عندهم واحد المحل ديال بيع الملابس، وكنتعاون معاهم وحتى هما كيعطيوني داك الرزيق. واحد النهار جا عندي واحد الولد ودخل المحل، بقى كيتسارى وكيشوف، ما نزلش عينو عليا، ولكن من بعد لقيته انه شرا. في الاول شكيت فيه، قلت انا واش بغى يدوي معايا شي حاجه بجاتني ما هيش في داك السيد. من بعد لقيته بانه شرا واختاريت معاه وخلصني ومشى في امان الله. صافي قلت امر عادي، ولكن اللي ماشي عادي هو انه بقى مره كيجي حتى لواحد النهار ويخلي لي الرقم ديال التليفون ديالو، يتصل بيا في هذا الرقم. الامر مستعجل، بقيت كنشوف. صافي حيدت هذاك الرقم من الفلوس ودرتو في جيبي. دازت واحد 4 ايام وانا نقول اجي علاش ما نتصلش بداك السيد، شنو بغى، نسيتو. اتصلت به قال لي بغيت ندير معك واحد اللقاء، ولكن راه واحد اللقاء غتكون معايا فيه اختي، انا راني ناوي المعقول. قلت لي ولي ناوي المعقول كيجي للدار. قال لي شوفي مبدئيا غتكون معايا اختي، وإلا تفاهمنا راني نجيب الام ديالي ونجيو لداركم. قلت لي واخا ما قلتي حتى شي عيب. درت معاهم واحد اللقاء وبالفعل جات معاه واحد اختو. قال لي انا مني شفتك معقوله وتعاملت معاك، كيبان لي ما غنلقاش محسن منك الا تفضلتي وعجبك الحال وبغيتيني على سنه الله ورسوله. قلت لي شوف ولد الناس، حتى شي حد ما كيهرب من سنه الله ورسوله، حتى انا نشوف مع دارنا ونجاوبك. قال لي انا خديت غير الكلام ديالك في الاول، وحتى انا نقولها لامي ونجيو لداركم. المهم دويت انا مع والديا وهو توا مع مو. قالت ليه ما كاين حتى شي مشكل، اللي عجباتك شاور لي يا ولدي وانا نخطبها لك. داكشي اللي دارت السيده، ما عكست لا لولدها لا والو. جاو خطبوني، داروا اللازم وداوني لدارهم. هذيك الدار كتكون كيقولوا العيله الكبيره كيعيشوا فيها كاملين. كاينه العجوزه وكاينين ولادها 2 مزوجين قبل مني ووالدين، وعدا واحد 2 بناتها وراجلي اللي تزوجت به. النهار الاول شرطات عليا، قالت لي شوفي الدار ديالك هي الفوقانيه، ولكن راه كيف تفيقي من النعاس تنزلي لتحت. الفطور عندنا لتحت كيف ما حنا ديما، والغدا لتحت وتضلي لتحت، وفي الليل طلعي ديك غير النعاس. قلت ليها واخا خالتي ما كاين مشكل، الا كانت غير الماكله لتحت راه ماشي مشكل. ايوا يا ديك قالت لي وياكي شي نهار تقولي حقا جاني الجوع في الليل ونوض نطيب. ما عندناش حنا ديك ديال الطيبه في دارك، الماعون عندنا ماعون واحد، ها هما عيالات الويسك كلهم عايشين معايا هكاك. صافي انا مني جيت لقيت هكاك مشيت انا على السيستم ديالي، كنجمع الفراش ديالي فوق بالزربه، نجمع حوايج راجلي بالزربه، نقاد كلشي بالزربه وننزل كنجري وما خاصنيش نتعطل. الفطور وليت انا البنات اللي كنوجدو. انا النهار الاول ما فهمتش، انا شفت عيالات الواسي عندهم الوليدات وضاربين التماره، ما كنتسناهمش ما كنتحاسبش، كنوض كنجري كنقضي كنقول انا مخفه، انا ما عندي حتى شي حد اللي غادي شاطرني غادي نشقى. ولفوا فيا هذاك الشقا وعجبهم الحال. وليت الحاجه الا ما دارتها ياسمين ما دارش، ولو يكونوا غير باركين، كل شي ولف فيا هكاك. المهم انا بقيت كنضرب تماره، دوزت عام البنات ما ولدش. وواحد النهار تجي عندي عجوزتي قالت لي واش انت غادا تبقاي لينا هكا، ما غاداش ديري لنا شي وليدات يلعبوا مع ولاد عمامهم؟ شوفي عيالات الواسك، وحده والده 3 وحده والده 2 وانت تالين غتبقاي. قلت لها خالتي انا ما دايره حتى شي حاجه،
ما عندي حتى شي مانع، يعني ما مانعاش، ولا بغى الخارجي مرحبا. قالت لي شوفي حنا ما عندناش البنت اللي كتسنى، تزوجتي خاصك تولدي وراكي تعطلتي بزاف. هي هذيك. قلت لها خالتي انا راه ما دايره حتى شي حاجه. انا بالفعل دخلني الشك، وليت كنقول اييه انا ما دايره والو، وعلي نكمل عام وما ولدتش، ياك ما عندي شي مشكل. قلت لها خالتي غادي نمشي ندوز. بالفعل انا ما حملتش، ما عرفتش علاش وما دايره لا فانيد لا حتى شي حاجه. قالت لي واخا انا غنعطيك الفلوس وسيري دوزي، حيت هي اللي كتصرف الفلوس، ما تشوفيهمش من عند راجلك. الا بغيتي شي حاجه سيري عند عكوزتك. داكشي اللي كاين. عطاتني البنات الفلوس وقالت لي تسنى نمشي معاك. دوزت عند الطبيبه، عطاتني التحاليل ودرت شي اشعه، قالت لي ما عندك حتى شي حاجه، مساله وقت وخلاص. مني رجعنا قلت لها شتي خالتي ما عندي حتى شي حاجه، خاص ولدك يمشي يدوز. قالت لي كيفاش ولدي يدوز؟ حنا ما عندناش الرجال اللي كيتعطلوا في الحماله، وما عندناش الراجل اللي ما كيولدش. شوفي مشكلتك وسيري حليها. قلت لها خالتي شنو هي مشكلتي؟ انا راه شفتي الطبيبه قالت لي ما عندك والو، التحاليل خرجوا، الراديو راني درتو، ما عندي حتى شي حاجه. قالت لي هذا الكلام اللي كنقولك هو اللي كاين، ما عندي ما نسمع في كلام الطبيبه، سيري جري على راسك. قلت لها كيفاش غادي نجري على راسي؟ قالت لي سيري عند امك تشوف لك الحل. قلت لها خالتي على الاقل بعدا ولدك يدوز، ولا كان عنده غير شي برد ولا شي حاجه قليله يدير الدواء ونخرجوا كنولدو، كاع الناس كيديروا هكا. قالت لي ما تدويش ليا على ولدي، وحنا ما عندناش هادشي في العائله، ولدي غير فوتيه لك. دوزت 3 شهور اخرى ديال المعاناه، وانا بحال انا اللي هز الدم، بحال انا اللي ما كنولدش، بحال انا اللي فيه المشكل. وديك تماره ما حد عرفت انه كاين بصح نيت مشكل، يعني عنده هو وما باغاش دوز ليه مو. ولات الدنيا كتجيني ثقيله، ولا داك التشقه كيجيني ثقيل، بحال راني كنضرب عليهم تماره غير هكاك، وبحال المهم طاح عليا واحد الضيم. المهم واحد النهار لقاتني كنبكي، قالت لي ما بغاش يهديك الله، ما بغيتيش تمشي عند امك تشوف لك شي حل؟ قلت لها امي انت ما عندها ما تشوف ليا، الطب كاين، العلاج كاين، يمشي هو يشوف شنو عنده بعدا، عاد نشوف شنو كاين. انا راكي مشيتي معايا وشفتي على عينك ما عندي حتى حاجه. قالت لي واسمعي تشوفي اشنو يجيك مليح. قلت لها شنو خالتي؟ قالت لي مشيت عند واحد السيده وقالت لي الا بغيتي مرات ولدك يتفك حزامها وتولد، خاص مني تذبحوا لحولي، تكون هي حداه، وهداك الدم يترش عليها، خاصها تعمر بداك الدم، وهي من يتفزع ويتلح ليها هكا على وجهها ولا لحمها راه غادي تخرج تولد. قلت خالتي شاد الخرافات يا خالتي، هادشي فين سمعتي؟ قالت لي قلت لك راه قالتها لي واحد السيده ما كتجي ما تجي مع هادشي، هي اللي كتعرف. قلت لها انا هادشي ما نديروش، على الاقل باش غادي ندير هادشي وندبر على حولي، سيري دي ولدك يمشي على الطبيب بعدا. قالت لي كيفاش هاد الهضره اللي كتجاوبي معايا هكا؟ ضربتني بواحد التصرفيقه البنات حتى النجوم بانوا ليا في وجهي. ما عمر ديك التصرفيقه ما كلتها في حياتي، ولا هز عليا با ولا امي يديه وضربني لوجهي، حتى ضربتني هاد العكوزه. قالت لي هاد الهضره اللي ما تقوليهاش، ولدي وولادي كيولدوا، ما عندناش هادشي في العائله وما غنبقاش نعاودها. قالت لي هذا هو الحل باش غادي تولدي، بغيتي ما بغيتيش راه داركم. راجلي ما قال والو، وما قال لي لا بقاي ولا بركي ولا شنو كاين حتى شي حاجه. مشيت البنات، مشيت بحالاتي لدارنا، بقيت باركه هكاك حتى لواحد النهار عيط ليا قال لي شوفي بنت الناس، الا بغيتي ترجعي ليا وما تبقيش معلقه، ما انتي مزوجه ما انتي مطلقه، غادي ديري داكشي اللي قالت لك امي بالحرف، وغادي نشوفوا شي حولي، وهو فاش كيتذبح انتي تكوني قريبه ليه باش الدم ديالو يعمرك. وديك الساعه كيف قالت لك السيده غادي تخلعي وغتخرجي تولدي. جاوبتو انا قلت ليه انا ما يحسبش ليه انت راك كتامن بهذا الشيء. قال لي شوف امي اللي كتعرف، انا ما كنامن بحتى شي حاجه اللي قالتها امي هي اللي كاينه. قلت لي وعلى الاقل نصفني، انت شفتي التحاليل ديالي، شفتي ما عندي والو، على الاقل سير دوز غير تخبي عليها، ما تخسرش لها خاطرها ونعرفوا شنو كاين. قال لي ما كايناش شي حاجه اللي كنديرها تخبي على امي، بغيتي يا بنت الناس ترجعي
وديري داكشي اللي قالت لك امي تبارك الله. ما بغيتيش بنتي شغلك هذاك، ترجعي وتبوسي ليها على راسها قدام عيالات خوتي وتطلبي منها السماح وديري داكشي اللي قالت لك ونرجعك. دابا البنات اش غادي نقول لكم، انا امي وبا بقى فيهم الحال لانني كنت وريضه وكان بان ليهم دباليت وتزادوا خوتي بثلاثه بسلامتهم تزوجوا وبركوا في الدار. انا ما قدرتش نبقى باركه مع عيالات خوتي، كنت سما ماني مطلقه ماني عروس. دابا كنعاود لكم قصتي باش يعني تعطيوني رايكم اشنو ندير، واش ندير هادشي اللي قالت، واش نطلق. راني داخت بيا الوقت وانا ما عندي والو ومتاكده لانني فاش رجعت لدارنا عاود تبعت الخاتم ديالي ومشيت تخبي على والديا وعاود دوزت عند طبيبه واحده اخرى واكدت بانني ما عندي والو. دابا الا رجعت لدارنا غادي نبقى باركه مع عيالات الخوت وغنتسمى مطلقه، وإلا رجعت عندهم غادي نعيش تحت جناح العجوزه وغادي دير فيا ما بغات وغادي نحضر ليها الراس من غير انني ندير داكشي اللي قالت، ان العجوزه متحاكمه وعرفات راسها ان غديرني تحت الصباط. دابا البنات انا خايفه وما عرفش شنو غادي ندير، كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم. راني مقهوره وراني مديومه وما عرفش اش غادي ندير. عشت مع والديا مشكل غادي نلقى مشاكل ومرا مطلقه ومع عائلات الخوت، رجعت عند العجوزه غادي نتمحن بالشقه وبتماره واللي بغاتها هي اللي تكون. راجلي يهضر يف معايا وما كيخسرش ليا، ولكن بمجرد ما كتدخل مو على الخط ما كيعقلش عليا وما كيبقاش يشوف فيا، لدرجه انه يعني نزل ليا قيمتي. بغيتي ترجعي بنت الناس، ها الشروط علاش غترجعي، انك ديري لامي كلمه القليل وتبوسي لها على راسها وتقولي ليها سمحي لي. اش غادي نقول لكم، راني داخت بيا الوقت. المهم كنتمنى الراي ديالكم وما تنسونيش البنات جاوبوني في خانه التعاليق. كيف ما كتشوفوا البنات قصة ياسمين قصة حزينة، يعني الصراحة صعيب عليها الحال. أنا أثرت فيا. فتاة مصرية كانت غزالة زوينة آية من الجمال، كل شيء كان كيبغيها، كانت فيها الحيوية والنشاط، ولكن كتاب عليها هاد الزواج يعني اللي كتاب جاها صعيب يعني تبارك الله هي ما عندها والو، يعني كتولد ولكن تحطات في واحد الموقف اللي هو صعيب. وكتمنى منكم تعطيوها الراي ديالكم. هي مازال كتعيش مع والديها ولكن راها ما خدامه ما والو، لانها مازال ما مطلقه ما حتى شي حاجه، ما قادره دير حتى حاجه، فقط كتعيش مع الوالدين ديالها ومع عيالات خوتها وكتستنجد بكم وكتبغي يعني الراي ديالكم الصائب اشنو غادي دير. هي ما بغاش تزرب ولكن قالت ربما المتتبعين يعطيوني شي حل اللي هو صائب. المهم الى قصه قادمه بحول الله. ما تنسوناش من لايك والبارطاج ورأيكم في خانة التعاليق.